أبناء شعبنا اليمني العظيم، في البداية نترحم على شهدائنا الذين سقطوا اليوم في هذا الحادث الإرهابي على مطار عدن الدولي، ونسأل الله الرحمة والشفاء للجرحى الذين سقطوا في هذا الهجوم. هذا الهجوم الغادر والجبان والإرهابي يضع الحكومة في قلب مسؤولياتها، وهي مهمة إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ونشر الاستقرار والتعافي في ربوع بلادنا. الحكومة في عدن لتبقى ولتمارس كل مهامها وأعمالها مسنودة بإرادة من الشعب وإرادة صلبة كجبالنا. لن تثنينا أيادي الإرهاب والغدر عن مهمة استكمال توحيد الصف الوطني لمواجهة الإرهاب والغدر حتى ننتصر في هذه المعركة، ولن نقبل بغير النصر. الشفاء للجرحى والرحمة للشهداء.